السؤال بيقول ليه بنقول يا رب ارحم 41 مرة؟ مش ربنا بيسمعنا من اول مرة؟ هو سؤال جميل قوي. ليه بنقول يا رب ارحم 41 مرة؟ مش ربنا بيسمعنا من اول مرة. سؤال حلو قوي. اولا كلمة يا رب ارحم هي كلمة كيريا لايسون، وكلمة كيريا لايسون بتتقسم لاثنين: كيريوس اللي هو الرب، ولايسون يعني ارحم. بنقولها على بعض كيريا لايسون يعني يا رب ارحم. لكن ايه معنى ان احنا نقول كيريا لايسون 41 مرة؟ او ليه الكنيسة بتقولها؟ حقيقي الموضوع ده حلو قوي، لان الرب يسوع المسيح في صلبه اتى لكي يرفع كل اثامنا، واتى يجلد ويصلب لاجل معاصينا. والكتاب بيقول في سفر اشعياء النبي صح 53 ان بحبره شفينا، يعني بجلداته شفينا. وكنت اخذت معاكم قبل كده موضوع عن حقيقة موت المسيح بالجسد، وقلنا فيها ان المسيح اخذ عقوبتين في الصلب. اخذ عقوبة رومانية واخذ عقوبة يهودية، وده مش من الحق. اخذ عقوبة الجلد وهي بمثابة الموت، واخذ عقوبة الصلب. ايه الكلام اللي بقوله ده؟ لان عقوبة الجلد في هذا الوقت كانت بمثابة موت او اعدام، وايضا عقوبة الصلب. ولكن الرب يسوع رفع العقوبتين. مفيش اي حد في تاريخ البشرية الرومانية اخذ العقابين دول الا شخص المسيح وحده. يعني اللي كان بيجلد كان بيجلد ولا يصلب، لان عقاب الجلد بمثابة الصلب. واللي كان يصلب ما كانش بيجلد. اللصين اللي كانوا مع الرب يسوع صلبوا فقط، ولكن ما اتجلدوش. فالرب يسوع اخذ الاثنين الحكمين، حكم الجلد وحكم الصلب. وحقيقي الكتاب بيقول لنا كلام جميل عن صلب المسيح وعن جلداته. السياط اللي كانت بتتضرب على ظهر المسيح كانت سياط قوية قوي، وحسب القانون الروماني كانت الجلدات ليها نوع من القسوة. نوع من القسوة يعني الضربة اللي ما تنزلش تعلم يعيدوها تاني، ناس مدققين يعني. وكانت جلدات قوية جدا، واحنا خدنا الموضوع ده وما أثرها في حقيقة موت المسيح. ولكن المسيح أخذ 39 جلدة. 39 جلدة دول نزلوا على جسد المسيح لكي يشفي نفوسنا. وعشان كده قال أشعياء النبي في أشعياء 53 الذي بحبره شفينا. وفي العهد الجديد في رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 24 يقول الذي بجلدته شفيتم. بجلدته شفيتم يعني بجراحاته شفيتم. عشان كده احنا بنقول كيريا لايسون 41 مرة نظيرا ل 39 جلدة اللي اخذهم الرب يسوع، ونظيرا لإكليل الشوك
الذي غرس في جبينه، ونظيرا للحربة التي اخترقت قلب المخلص. وكده نبقى احنا دايما نفتكر ودايما نتذكر ولا نتهاون بجلدات المسيح، عشان دايما تبقى في ذهننا جلدات الرب يسوع، دايما في ذهننا نشعر اننا نلنا الشفاء من كنوز جراحاته، وعشان دايما نفتكر ان احنا لازم نقف تحت صليب. ياما ناس بسمعهم يفضل يقول كريا ليسون كريا ليسون 41 مرة وهو مش عارف يقولها ليه. احنا بنقولها لكي نتذكر جلدات الرب يسوع، ونتذكر الحربة التي اخترقت قلبه، ونتذكر اكليل الشوك الذي غرس في جبينه. وعشان كده بنقول كريا ليسون 41 مرة.